ريال مدريد وبروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا، وماتش بيعود فيه ريال مدريد من بعيد، يعني ماتش بيحبه كل عشاق ريال مدريد. اتفرجوا معانا. بيبدا الماتش في كرة في العارضه من بيلينجهام، بتترد على طول كرة لدورتموند، بيحطها مالين في الجون، بيبقى الهدف الاول لبروسيا دورتموند. وبيبدا السيناريو اللي ولا مدريدي كان متوقعه. على طول بعديها مالين بيعمل كرة بالعرض لجيتنز لاعب تشيلسي الحالي عشان يسجل الهدف الثاني اللي ما كانش حد متخيله. ريال مدريد بيحاول يهاجم، بيلينغهام بيضيع تاني في الشوط الاول. كوره بعديها على طول لدورتموند، بيشيلها كورتوا يمنع الهدف الثالث عشان يبدا الشوط الثاني. والسيناريو الرهيب اللي محدش كان متوقعه، الاهداف اللي ورا بعض، يبداها روديجر على طول بالهدف الاول. باين الاصرار والعزيمه من اول الشوط على لعيبه ريال مدريد. تتوالى الهجمات عشان على طول فينيسيوس يضيف الهدف الثاني، وتبدا العوده من هنا. لعيبه ريال مدريد خلاص حست وعرفت ان هي راجعه. هنا الفرق دورتموند لو كان سجل الكوره دي كان فرق الماتش، بس ريال مدريد بيرجع بسرعه تاني عشان فاسكيز يجيب الهدف الثالث ويأكد المكسب. بعد كده على طول كرة سريعه من فينيسيوس بالمهاره، بيحط الهدف الرابع وخلاص بيخلص الماتش، بيقضي حرفيا على امال بروسيا دورتموند. هجمه سريعه على طول من فينيسيوس عشان يزود كمان وكمان الغله، وتبقى 5 اهداف، وسيناريو رهيب، 5 اهداف في شوط واحد من ريال مدريد.